على موجات الشباب والرياضة. بكرة أحلى. لما هنفهم حقي وحقك، واجبي وواجبك، هيجي بكرة ويكون أحلى. بكرة أحلى. بكرة أحلى. بكرة أحلى. بكرة أحلى. بكرة أحلى. أهلا بكل أصدقائنا وصديقاتنا وحلقة جديدة وبكرة أحلى. تصاحبنا لمسات فنية هندسية حلوة لزميلي خالد عبد الباسط، الإخراج لعزة فؤاد، على مائدة الحوار معكم أمل الدالي. بنتابع كل الصديقات والأصدقاء من خلال صفحتنا الرسمية إذاعة الشباب والرياضة، صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. هنتكلم النهاردة عن نماذج جديدة، نماذج كتير من العالم كله في الإدارة وإدارة المراحل المتأزمة مثل ما نمر به الآن في مصر. كونوا معنا أصدقائي بمتابعة الحوار، وفي ضيافة الهواء الأستاذ الدكتور محمد باغا، أستاذ الإدارة بجامعة قناة السويس. أهلا بيك وصباح الخير. أستاذ صباح الخير وصباح الخير على السادة المستمعين في كل أنحاء العالم. أنا شايفة إن أنت النهاردة يعني مجهز لنا حاجات كتير جدا. على قد الأزمة، على قد ما نجهز. احنا معاك النهارده ان شاء الله، هنحاول نفهم اكتر، واللي عايز ان هو يبعت لنا ببوست على إذاعة شباب رياضة صفحتنا الرسمية، يا ريت يكون في مجالنا وفي محورنا، لان يمكن الوقت بيداهمنا وبيبقى بسرعة جدا. عايزين نكون عندنا اكبر كم من المعلومات. علشان لازم نكون مع بعض، عشان شايلانا نفس الأرض، عشان بكرة اللي مستني ومش عايز يفرق حد. خليني مطمن، عارفه هيفضل جنبي مهما لقاني بتجنن، ومش من دمي ولا اخويا ولا عمي، لكنه اختار يكون جنبي. لا 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 يا مركب ومشيت القنوع وتوكلنا على الله، يلا ما حدش فينا هيموت من جوع. في معديك واحد ماشي ما نعرفوش ومد ايديه، ساعات شبكه وخد سمكه وسلم وراح. القمح اللي في دار الجار والفرح اللي في جار الدار، عندك يدرى التعبان ومرويله ارضه، من غيرك هيرعى الزرع ويحرجي على عرضه. عشان لازم نكون مع بعض، عشان شايلانا نفس الأرض، عشان بكرة اللي مستني ومش عايز يفرق حد. من جد عندك صحابي في الوظيفة قدمولي، اتقابلت وهم لا هنوني وقالوا لي كلنا في مركب صغير من ورق والبحر سحب، واللي يركب النهارده يبقى يجر صح. بكره نصحى بدري هنعدي وناخدك، اصله اول يوم واحنا لازم نبقى جنب، فرحانين بجد من قلب الضمير، مفيش جواهم نية الا كل خير. على مدد الشوق حكاوينا. دكتور محمد باغا، يمكن احنا كنا بنتكلم عن نماذج، عايزين نعرف الدنيا بتفكر ازاي عشان نعرف احنا فين من الدنيا دي. حضرتك قلت لي ان في عامل مشترك او بداية لابد ان نبدأ منها. طبعا. ما هي هذه البداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الاول
يعني بحب اطمن الشعب المصري ان شاء الله يعني ايه، في مثل بيقول لكل جواد كبوه ولكل عليم هفوه، وان شاء الله هي مصر في ازمه، ويعني وما اكثر الازمات في الوقت الماضي او الوقت الحاضر، وان شاء الله هنعدي منها على خير ان شاء الله. انا بس عايز اقول ان مفيش حضاره في الدنيا بتقوم او مفيش مجتمع في الدنيا بينهض غير ما الانسان اللي عايش في المجتمع ده يكون انسان فيه تنميه. تمام. فالقرآن الكريم وهو الدستور القرآني اللي بيعلم البشرية كلها، أول ما نزل قال كلمة اقرأ. فبالتالي الإنسان في المجتمع لو كان إنسان قارئ، لو كان إنسان واعي، من السهل جدا إنه هيبني حضارة. والدليل على كده لو شفنا الحضارة المصرية القديمة، النقوشات أو الرسومات أو الكتابات اللي موجودة على الجدران بتبين لنا إن الإنسان المصري القديم كان إنسان واعي جدا وإنسان فاهم جدا بمقدراته وبإمكانياته، وخطط ونفذ وقيم الاداء او راقب الاداء وقاس الاداء بتاعه. فبالتالي بنى حضاره عظيمه لحد النهارده العالم كله بيشهد ليها وبيتكلم عليها. تمام. عايز اقول ان الامم مش بتنهض بالنوايا الحسنه او بدعاء الوالدين، بل ان الامم بتنهض بالانتاج. الانتاج ده بيحتاج الى خطط ذكيه وخطط واقعيه. الخطط دي عايزه عقول تفكر، عقول تواكب العصر وتكون على يعني قد المرحله تنفذ الخطط دي. بس تنفيذ الخطط ده بيحتاج الى تشريعات قويه، تشريعات واضحه. التشريعات دي يلتزم بها كل افراد المجتمع وتطبق على كل افراد المجتمع بدون مجامله. هيقال ان لسه الانتخابات البرلمانيه هي المسؤوله طبعا عن ما ده اللي بنقول عليه. ما ده اللي بنقول عليه. احنا لو عايزين بقى ننهض من هذه الكبوه ونعالج بقى القصور اللي استمر وقت طويل جدا، عقود من الزمن ده علينا، فاحنا محتاجين بالفعل ثوره جديده في التشريعات. بس هذه الثوره الجديده في التشريعات تضمن حقوق المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، ويتم تطبيقها على كل أفراد المجتمع دون وساطة أو دون محسوبية أو دون اللي كنا بنشوفه في العهد القديم. مشكلة مصر يعني أنا حضرتك كده بمثلها في 3 أبعاد رئيسية، وكل بعد من هذه الأبعاد بياخد مناحي عديدة. أول بعد إن إحنا فعلا محتاجين إلى عقول ذكية، عقول واعية تكون على قد المرحله، بتفكر طفرات طبعا. مش بتفكر يعني انا والله يا استاذ امل يعني بفكر بقول ان احنا عملنا ثوره، فبالتالي طالما في ثوره، كلمه ثوره مفهومها ان احنا مش نطلع بره في الشوارع ونقعد نزعق ونقعد نقول يسقط كذا يسقط كذا، لا. كلمه ثوره معناها ان احنا بننتقل من وضع احنا مش راضيين عنه، سواء كان الوضع ده سياسي او اقتصادي او اجتماعي او ثقافي، بننتقل الى وضع المفروض احسن. لان احنا الثوره مخاطره ومخاطره كبيره، ومخاطرتها ان هي لو تركت في بدايتها بيبقى فيها مخاطر الانحراف عن مسارها، وده اللي شفناه النهارده. الثوره لو ما كانش فيه فكر واعي يدير هذه الثوره باحتراف، فبالتالي الثوره بتخرج عن مسارها الاصلي وبتتحول بقى الى ايه، تورته كده كل الناس بتتقاسم عليها، وفي النهايه بيكون هو الشعب الايه، المظلوم. ده البعد الاولاني اللي هو ان احنا محتاجين فعلا لعقول واعيه، عقول ذكيه تفهم متطلبات المرحله ايه. وانا عايز اقول هنا للساده المسؤولين في البلد وعلى راسهم السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي، الدوله، مفهوم الدوله غير مفهوم النظام. انا محتاج ان انا ابني مصر او ارجع مصر لمكانتها، ان انا ارجع مفهوم الدوله. مفهوم الدوله هنا بقى يعني ايه؟ مفهوم الدوله هنا ان انا عايز ارجع القوة اللي بتبني الدوله او الدعائم اللي بتبني الدوله. القوة السياسيه، مش القوة، لا، القوة الفورس، القوة السياسيه والقوة الاقتصادية والقوة الاجتماعية والقوة العسكرية الحمد لله بخير، وانا مطمن جدا من ناحية القوة العسكرية بخير الحمد لله. الحمد لله. والارض اللي شايله الدعائم دي او القوة دي كلها، وهي ترابط او تماسك الشعب المصري. هنا الدولة ده كده على بعضه يبني البيت بتاع الدولة. طيب انا عندي القوة السياسية فيها شرخ، والقوة الاقتصادية واقعة، القوة الاجتماعية ايضا فيها شرخ، فيها انقسام. القوة العسكرية الحمد لله يعني ايه، خير اجناد الارض، وان شاء الله يعني ايه ربنا حافظهم، لان مصر يعني ان شاء الله امنه. طيب التربه اللي شايله كل الكلام ده هي الشعب المصري. ايضا الشعب المصري النهارده في تنافر او في تناحر ما بين الايديولوجيات المختلفه، او ما بين الافكار المختلفه، او ما بين السموم المختلفه اللي بيبثها الاعلام المختلف. شايفه حضرتك قلنا كم اختلاف، مختلف مختلف مختلف. فبالتالي مسؤوليه رئيس الجمهوريه عليه ان هو يرجع التلاحم من جديد ما بين القوة دي وبعضها، علشان نرجع مفهوم الدولة. هنا بقى بنقول ان في كده مصطلح اجنبي بيقول show of force، هيبة الدولة. طيب ازاي هيبة الدولة دي ترجع؟ هيبة الدولة ترجع من خلال رجالها، من خلال قوانينها، من خلال تشريعاتها اللي المفروض جاية
انا عايز المواطن يقعد في بيته. هو مفهوم السياسه، يعني ايه سياسه؟ احنا اختزلنا مفهوم السياسه في انتخابات رئاسه، انتخابات برلمان، في انتخابات. السياسه مش كده. السياسه هي فن الممكن، بس فن الممكن ازاي انا البي احتياجات المواطن اللي قاعد في بيته. اي احتياجات هو بيحتاجها في الدنيا. هو عايز ايه؟ هو عايز ياكل ويشرب وينام ويسكن في مسكن كويس. هو عايز امان، محتاج انه يعيش في المجتمع بتاعه وسيله انتقال مناسبه، امن على نفسه، امن على اسرته، امن على عيلته، امن على الناس اللي حواليه، امان. الحاجة الثالثة انه عايز يتفاعل مع المجتمع، عايز يكون علاقات جيدة مع الناس. يعني مفيش حد فينا بيحب الانعزال او بيحب الانطواء على نفسه. أكيد. لا، كلنا بنحتاج ان احنا نتلاحم مع بعض، ويد الله مع الجماعة. لان كل ما نبقى جماعة، بنقول كده احنا في إدارة الأعمال ان 1 زائد 1 بيساوي 3 مش 2. ليه 1 زائد 1 يساوي 3؟ لان المجموع الكلي لتضافر المجموعات مع بعضها يديني اكبر ناتج من مجموع الافراد كل واحد ايه لوحده. المجتمع المصري محتاج انه يتقدر، محتاج انا لما اسافر بره خارج مصر المجتمع اللي بره يبص لي نظره احترام ونظره توقير. ده هيجي من ايه؟ ده هيجي من خلال فرض الدوله لسيادتها على على مؤسساتها وعلى افرادها. النقطه الرابعه ان احنا محتاجين او الفرد المصري ان هو عايز ما يسمى بالفلسفه الجميله او الجمال والفكر. بناء المجتمع المصري بنموذج زي ما عملته ماليزيا، زي ما عملته سنغافوره، زي ما عملته تركيا. التعبير اللي انت قلته الجمال والفكر، لان احنا دايما يعني الفكر ده شيء بعيد جدا عن فكره الجمال، مش عارفه ليه. هو انا دايما يعني ايه بشبه اي حاجه تقليديه. ما احبش انا التقليدي خالص. فدايما انا بشبه اي حاجه تقليديه بنظريه عملوها علماء في علم النفس اسمها نظريه القرود. القرود. وعلى فكره انا للاسف يعني بحب جدا ان انا اشوف الاعلانات دي. على فكره رساله مهمه جدا، رساله من الشركات العالميه للسياسه المصريه او للسياسات في البلدان العربيه. الاعلان ده لما بينزل مصر ده بيبقى له معنى وبيبقى له هدف. انا مش هقول اسماء اعلانات، ولكن انا الفتره الحاليه بشوف بعض الاعلانات اللي فعلا بتدي اشارات للسياسه المصريه وللقيادة السياسية اللي موجودة في البلد، انه فعلا في حاجات بتحصل خارج الكواليس او في الكواليس احنا كشعب مغيبين عنها، ولكن في بعض الغلطات اللا مقصودة اللي بتتعمل بتبرهن فعلا ان في حاجات بتحصل في الكواليس. قصة القرود الخمسة دي بتقول ايه باختصار كده علشان برضو وقتنا؟ جابوا قفص وجابوا حزمة من الموز وعلقوها في سقف هذا القفص، وجابوا سلم يوصل لهذا الموز، وجابوا عدد 5 قرود ودخلوهم جوه القفص. القرود لما تدخل جوه القفص طبيعي جدا انه بعد فتره معينه هيخرج قرد عن المسار، هيشوف الموز، هيتسلق السلم، هيطلع للموز علشان ياخد الموز. في نفس التوقيت العلماء جابوا ميه بارده او خرطوم كده ميه بارده وفضلوا يرشوا على بقيه القرود الاربعه. بعد فتره خرج منهم قرد برضو عن المسار وطلع شاف القرد اللي فوق مش بترش عليه ميه، فطلع هو كمان. القرود الباقيه اترش عليها ميه. القرود الباقيه تكون عندها ثقافه. ايه هي الثقافه دي؟ ان اللي يطلع فوق هم هيتضربوا. يعني لو واحد فيهم خرج عن المسار وطلع فوق السلم علشان يروح للموز، هم هيفضل يترش عليهم ميه. دي ثقافه اتكونت عندهم. فبالتالي اي واحد فيهم كان بيخرج عن المسار علشان يطلع للموز كان بيتضرب. عدلوا بقى هم في التجربه ان هم جابوا قرد من القرود دي وخرجوه بره القفص تماما، وجابوا قرد جديد ما شافش اي واقعه من القرد دي. لما دخل القفص طبيعي جدا ان هو لو شاف الموز هيطلع يتسلق ياخد الموز. نزلوا عليه كلهم ضرب. فالقرد اللي دخل جديد ده مش عارف هو بيتضرب ليه. كرروا نفس التجربه مع بقيه القرود اللي حضرت من الاول خالص لحد ما غيروا، يعني يدخلوا قرد جديد فيطلع يشوف الموز يتضرب، وبيتضرب من القرد اللي اتضرب ومش عارف هو اتضرب ليه. تمام. فهنغير كل القرود اللي في القفص لحد ما نوصل ان احنا نغير كل القرود نخليهم قرود جديده. هنلاقي ان القرود بتضرب في بعضها بس هم اصلا مش عارفين هم بيضربوا في بعض ليه. هو ده بالظبط الثقافه الاداريه اللي بتعيشها البلدان العربيه. انا بعمم اللي بتعيشها البلدان العربيه او البلدان الناميه علشان برضو نكون. وكلمه ناميه مش زي ما خدناها في المدارس، كلمه ناميه يعني متخلفه. كلمه ناميه يعني متخلفه، بس هي اكثر احتراما واكثر توقيرا. هي دي السياسه اللي بتمارس، السياسه الاداريه اللي بتمارس في معظم الدول العربيه ومنها مصر. ان احنا بننفذ سياسات وبننفذ اجراءات بس مش عارفين ليه، يعني مش عارفين ايه سببها او ايه مصدرها. احنا اتخلقنا او اتوجدنا على الارض المصريه شفنا اللي قبلنا بيعملوا السياسه دي. يعني على سبيل المثال انا اروح اقترض من صندوق النقد الدولي. طب ليه؟ علشان انا عندي ازمه. طيب هو مفيش بديل
والقرار الاداري او احنا بنقول الاداره هي عمليه اتخاذ قرارات، وطالما في قرار يبقى في المفروض في بدائل متعدده لهذا القرار للاختيار ما بينها، القرار السليم على كده. ولما اجي اختار القرار المناسب ولا اختار القرار الامثل. حكمتي هنا بقى كقائد اداري او كرئيس جمهوريه او رئيس وزراء ان انا ما اختارش القرار الامثل، ما اي قرار في الدنيا امثل. يعني مثلا ايه، انا مثلا عايز اسافر مثلا لاسكندريه، اروح بالعربيه ولا اروح بالقطر ولا اروح بطياره ولا اروح بايه بالظبط؟ ما اي مواصله هتوديني، فاي قرار امثل. ولكن هل انا معايا ادفع فلوس طياره؟ هل انا معايا هل مثلا انا ارتاح ان انا اركب قطر؟ هل ارتاح ان انا اركب عربيه؟ هنا بدور على المناسب، ادور على المناسب ليا بالظبط. فصندوق النقد الدولي مش قرآن او مش فرض ملزوم علينا. والدليل على كلامي ان مهاتير محمد الاقتصادي والطبيب والاقتصادي الاشهر في العالم اللي بيسموه صانع نهضه ماليزيا، هذا الرجل بحق فاز ويستحق ان احنا نتكلم عليه من هنا ل 10 سنين قدام. هذا الرجل قال الكلمه دي، قال انا اول حاجه عملتها في ماليزيا ان انا دورت على الحلول الغير تقليديه لما تقليديه. ما هو معلش انا عملت ثوره، يبقى اقوم امشي الثوره بمرحله التقليديه، مش هوصل لنتيجه. ما احنا بقالنا عقود من الزمن مشينا بالتقليدي وما وصلناش لنتيجه، فبالتالي احنا محتاجين الحلول الغير تقليديه. والثورات اعتقد يعني تتطلب حلول يعني غير تقليديه، لازم يعني فعلا يبقى في رؤيه اشمل واوقع. طبعا. امال انا بعمل ثوره ليه؟ هو انا بقول كده كلمه احنا شلنا النظام علشان ننظف تحته ونرجعه تاني. ده اللي احنا عملناه في مصر. انا اقصد بكلمه ثوره ان احنا يعني ايه بنتمرد على السياسات الباليه، السياسات القديمه، السياسات التقليديه، سواء كانت في الاقتصاد او سواء كانت في السياسه او سواء كانت في الثقافه او سواء كانت في التعليم، سواء كانت في الزراعه، في الصناعه، في التجاره. المفروض ان احنا بقى نتطور لما هو افضل ولما هو احسن. اكيد. مهاتير محمد تخلى عن صندوق النقد الدولي بس فتح لنفسه بدايل. ما انا بقول انا مش هأزم نفسي بنفسي، ما انا محتاج النهارده تمويل. طيب اجيب التمويل ده من صندوق النقد الدولي، لو ما فيش قدامي بديل غيره على عيني وعلى راسي، بس استخدم ده في انشطه استهلاكيه وكانك يا ابو زيد مغازيت والقرض اللي انا اجيبه يضيع، ولا اني استخدمه في مشاريع استثماريه. هذه المشاريع الاستثماريه تعمل لي زياده انتاجيه او زياده انتاج، استثمرها في مجالات فعلا مصر محتاجاها ان هي تدخل بيها على مؤشر التنافسيه العالميه. تمام. ده يفيدني، يعني يوفر لي بقى فرص عمل بقى هنا. يعني احاول ان انا يعني اجفف منابع البطاله اللي موجوده في البلد، احاول بقى ان انا اشغل الناس بفكر الاستثمار وفكر التشغيل، ادور عجله الاقتصاد من تاني، ارجع هيبه الدوله اقتصاديا من تاني. فكره المشروع الكبير، يعني حضرتك كنت كلمتني عن فكر انه يحدث في منطقه قناه السويس، فكر القومي انه يبقى في مشروع قومي معين يلتف حول الشعب المصري. وعلى فكره الشعب المصري لو تتبعنا تاريخه هنلاقي انه مثلا على سبيل المثال لما كان في ازمه وقت الراحل جمال عبد الناصر عمل ايه؟ هو لجأ لصندوق النقد الدولي. ما طبعا كان في ضغوط امريكيه وضغوط اسرائيليه وكان العالم كله ضد مصر، فعمل ايه؟ دور على بديل اللي هو امن قناه السويس. احنا النهارده مش هنامن قناه السويس، احنا هنطور قناه السويس بالزبط. اللي هو العالم كله بيحسدنا على هذا الشيء. وعلى فكره ما يحدث من ثوره مضاده النهارده ليها اسباب واسباب دوليه متعلقه بالسياسه. الثوره المضاده اللي بتحصل يعني انا بسميها اعاقه مصر من التقدم. في ناس فعلا وناس من دول ده أكيد. من دول انا مش عايز اصنف بس علشان ايه ما يرفعوش علينا قضايا. في ناس من دول فعلا، من دول اوروبيه ومن دول اجنبيه ومن دول عربيه، بس من دول ما كناش نتوقع ان هي من دول ما كناش نتوقع ان هي يصدر منها اشياء مثل هذه الامور بتتصيد لمصر فعلا ان هي توقعها في الفخ، لان من مصلحتها ان مصر ما تتقدمش. لان مصر لو تقدمت، ولازم يكون الشعب المصري عارف الكلام ده كويس، احنا بنحارب من كل الناس، لان احنا لو تقدمنا هنأثر على اقتصادياتهم. فبالتالي يعني ايه عض قلبي ولا تعض رغيفي زي ما بيقولوا. يعني عايز اقول لك يا دكتور محمد، احنا لو وصلنا لمستوى معين او درجه معينه اجتماعيا واقتصاديا اللي هم رجلين التنميه الشامله، خلصت مصر فعلا هتنطلق انطلاق بالزبط. كبير جدا. هو اصلا يعني ايه علشان نكون عارفين برضو مراحل نمو الدول او بناء الدول بالظبط زي الطفل اللي بيتولد لما بيحبي ثم بيمشي تاتا، لما بيبقى شاب كده يافع، لما بيبقى راجل كده يعني ماسك نفسه قوي متماسك لحد ما يكبر. فبرضو الدول نفس القصة، ان الدولة بتتولد ثم
بتتهيأ للانطلاق. يعني ايه بتتهيأ للانطلاق؟ بقى بيبقى يحصل بقى ان بتبقى دوله ناميه، بتبقى لسه على قدها، معدلات دخل الفرد لسه على قدها، مستويات التعليم لسه على قدها، الانتاج فيها على قده، ما بتصدرش، ما بتصنعش سلعه العالم كله يعني تشتهر بيها في العالم. فهي مصر كده دلوقتي، يعني ان احنا دوله بتتهيأ للانطلاق. احنا بقى لو عايزين ننطلق، الانطلاق ده ممكن يجي عن طريقين. انا اعتقد ان هم طريق واحد اذا لم يكن هناك شيء. يعني الثوره الشعبيه، واحنا اتفقنا ان كلمه ثوره هي الخروج من سياسات باليه لسياسات للافضل علشان نحسن البلد بتاعتنا. تمام. حصلت الثوره الشعبيه في مصر والعالم كله شاهد ان هي ثوره، يعني ايه، باقل الخسائر الممكنه ككلمه ثوره. طيب الحاجه الثانيه بقى اللي محتاجينها الثوره العلميه. خلاص الثوره الشعبيه كلنا فهمنا معناها، وكلنا فهمنا مغزاها، وكلنا يعني ايه، يعني اعتقد ان احنا ايه اخطأنا فيها. كان ممكن نستثمرها استثمار افضل لو كان فيه هناك بعض الممارسات اللي حصلت، ولكن اللي حصل. فبالتالي احنا النهارده محتاجين بقى الطريق الجديد اللي يحسن الثوره الشعبيه، وهو الثوره العلميه. الثوره العلميه بقى في كل شيء، ان احنا بقى ندخل اهل الفكر واهل الابتكار واهل الابداع واهل الخطط. انا باكد على كلمه الواضحه استاذ امل، ده مهم الواضحه، مش الخطط اللي بالنيه او بالخطط انا مشترك مع الشعب بالزبط. ده، يعني ما ينفعش مين اللي هيبني؟ مين اللي هيبني؟ الشعب هو اللي هيبني. مش القياده او الوزراء، الشعب هو اللي بيبني. فانا محتاج خطط واضحه، باكد على كلمه واضحه، خطط تراعي الامكانيات المصريه وتدور في فلكها، وان انا استغل الكفاءه. هنا بتظهر بقى معاني الكفاءه، هي حسن استغلال الموارد المتاحه. احنا هنا لازم نسال عن الحكومه الموجوده حاليا والتعديلات الوزاريه المقترحه في الوقت الحالي، والشكل اللي المفروض تكون عليه هذه الحكومه. يعني انا لو بتكلم عن الحكومه، فانا عايز افرق ما بين مصطلحين اساسيين: إدارة الأزمة والإدارة بالأزمة. وطبعا في فرق شاسع جدا ما بين المعنى ده والمعنى ده. إدارة الأزمة هو إن أنا بلاقي عندي استعداد مسبق إن أنا بعالج الأزمات اللي موجودة عندي من خلال إن أنا بحط سياسات واضحة، خطط واضحة تراعي الإمكانيات، يتوفر ليها الدعم المطلوب، سواء كان الدعم من القيادة السياسية أو كان الدعم المالي أو الدعم المعنوي، سواء من داخل أو من الخارج. الإدارة دي اللي كانت محترفاها نقول النظام الفائد، ولسه برضه لحد النهارده بتمارس بعض الأمور، ولسه لحد النهارده بتمارس الإدارة بالأزمة. الإدارة بقى يعني خلاص إدارة الأزمة معروف إن أنا بكون إيجابي بقى، إن أنا بكون عارف اللي هيحصل في المستقبل إيه، لأن أنا عندي خطط واضحة. فالخطط دي بتقول لي هيحصل 1 2 3 4، التنبؤ يعني زي ما بقول. طبعا الحكومة الحالية ما عندهاش أي إدارة أزمة إطلاقا، على الإطلاق. تعالوا بقى نروح للمفهوم الثاني، وهو الإدارة بالأزمة. الإدارة بالأزمة أنا أعتقد إن هي يعني إيه، هي ليها معنى علمي بس ليها معنى تاني شعبي. أنا حتى يمكن كتبت قبل كده في مقال في الموضوع ده. فبقول إن الإدارة بالأزمة هي ان انا بكون انسان سلبي. ازاي؟ المفهوم العلمي ليها ان انا بستنى الازمه تحصل وبعد كده اجري اعالج الازمه. طبعا هيحصل خسائر، فبالتالي يعني ايه، كل ما يعني استمر يعني انتظر، كل ما الازمه بتتفاقم. انتظر الازمه بتتفاقم. طب النهارده انا بقول ان الحكومه ادائها يعني خافق للغايه، مع كامل احترامي لاشخاصهم. السيد رئيس الوزراء شخص مهذب جدا وشخص دمث الخلق، ويعني ونحسبه على خير. ولكن انا بتكلم عن ان في ازمه موجوده وفي عدم تحرك موجود من جانب المسؤولين. هو في شيء جميل جدا ان هم بيقولوا ان الحكومه بالشكل الجديد بالثمان وزراء اللي هيكونوا مش هم دول الشكل المؤقت، لا دول الشكل المستمر. اذا الشكل المستمر لازم ياخد له ابعاد معينه. يعني في دول العالم المتقدم الواعي، لما بيكون في ازمه، مثلا ازمه اقتصاديه، انا بجيب طقم مستشارين هم اللي بيتولوا زمام الامور. يعني بيبقى رئيس الوزراء راجل اقتصادي فاهم واعي. الاقتصاد ده يا استاذ امل عامل بالظبط زي ايه، لو انا جايب كده مكان اسده من جنب، لو في عندي فتحات كتير جدا، اسد فتحه تفتح من ناحيه تانية، اسد الناحيه التانية تفتح من ناحيه ثالثه. ده الاقتصاد. هنا بقى اداره اولويات، واتكلمت عن الموضوع ده كتير جدا، وقلت ان النظام الحالي فيه مشكله رهيبه، وهي ان في سوء في اداره الاولويات. انا عندي الاولويه الحاليه في لم النسيج الوطني من جديد، التربه او الارض اللي بتتبني عليها الدعائم بتاعه القوى المختلفه في البلد علشان نبني الدوله، وفي انهيار في القوى الاقتصاديه. طيب انا ارجع هيبه الدوله اقتصاديا في الوقت الحالي، لان القرار الاقتصادي مهم جدا وليه ابعاد
في يعني ان احنا نهدي الشعب، نهدي الشعب، ان احنا نطمن الشعب على الاقتصاد، ما يبقاش فيه فزاعه، وخاصه ان في ممارسات اعلاميه. وما تبقاش المشكله دلوقتي هل البلد داخله على افلاس ولا البلد مش داخله على افلاس؟ لا ان شاء الله ما مش هو ده موضوعنا. هو ما فيش افلاس ولا حاجه. هو ما فيش افلاس ولا حاجه. انا يعني بس اعتى الدول في العالم هو ده فكرها، يعني احنا مش بندور على مصر هتقع ومصر مش هتقع، الكلام اللي بيتقال بشكل بارد. ده احنا كده يعني ايه، مش بنناقش الافكار ولا يعني احنا بنناقش الحدث، وبالتالي عقولنا تكون متوسطه، او هنا بنناقش النتائج وتكون عقولنا عقول يعني ايه فيها اضمحلال رهيب. فاحنا بنتكلم على الفكره اللي بتبني الافكار، اللي بتبني الدول، مش مناقشه الاحداث الجاريه، او ان احنا نبص يوم بيوم او نبص تحت رجلينا. لا، لحد دلوقتي مفيش فكر واضح في مصر يقول ان احنا نطلع من الكبوه دي ازاي. مفيش واحد طلع قال لي خطه اقول 2 3 4 اعمل ايه، سواء كانت خطط قصيره الاجل او متوسطه الاجل او طويله الاجل. مفيش. طيب احنا هناخد فاصل سريع نريح شويه سخونه الحوار ثم نعود. اتفضل. احنا الشباب، احنا الرياضة، دايما من غير حساب نديك كل السعادة، معك تملي نهار وليل، حالفين نخلي يومك جميل، حالفين نخلي يومك جميل، حالفين نخلي يومك جميل. الشباب والرياضة 108 FM، اسمعها بحرفنة. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. إذاعة الشباب والرياضة تقدم فتحي سند يرصد ويحلل الواقع الرياضي. لا مؤاخذة. أفكار جريئة وآراء ساخرة. لا مؤاخذة. المخرج محمد النشرتي. لا مؤاخذة. لا مؤاخذة. مش كل حاجة وحشة في الكورة، في حاجات كتير جدا جدا حلوة، منها منتخب الشباب اللي بيدربه ربيع ياسين. الراجل لسه بيفحط في الصخر، ولانه محترم وملتزم وهادي ومش بتاع مشاكل ولا اعلام محدش سائل فيه. الراجل بفريقه عمل حاجات كتير جدا جدا جميلة لكن محدش حاسس بيها. قبل بطولة الأمم الإفريقية بالجزائر بعد شهر الراجل بيعاني الأمرين. حد سمع عن ربيع ياسين وفريقه؟ حد عارف ازاي يتأهل في ظروف صعبة؟ الراجل يا اخوانا مش عارف يروح فين ولا يجي منين، كل ما يروح حتة يلاقيها مسدودة قدامه، مفيش ملعب يتدرب عليه، يروح للاستاد يقولوا له الاتحاد مديون ولازم يدفع الأول، يقول انزل في اي مكان عشان اللعيبه تقيم في معسكر يقولوا له ما انتش داخل لان الاتحاد مديون. الراجل قال لهم باعلى صوته اروح فين واجي منين، محدش بيرد عليه ولا بيسال فيه. الرد الوحيد اللي هو بيسمعه مفيش فلوس. فقال لهم عايز مباريات تجريبيه، عايز مباريات اعداد. قالوا له يعني معلش فوت علينا بكره، احنا ما عندناش اي حاجة. الراجل مضطر يلعب زي ما قلت قبل كده في هذا البرنامج مع فرق درجة تانية وتالتة، انا مش عايز اقول اسمها عشان يعني ما حرجوش ولا حرجها. الكلام ده كان ممكن جدا جدا لو كانش الفرق تأهلت لبطولة الأمم الأفريقية، لكن اما وانت تأهلت يبقى يا جماعة لازم نساعد الراجل. تصورت ان الوضع هيتحسن، لكن الوضع هو اللي مجنني ان ربيع ياسين قال انه رغم كل ده، رغم كل المصايب دي هينافس على البطولة. الله عليك يا ربيع، اذا كان اللي بيتكلم وهو ربيع ياسين عاقل يبقى المستمع اللي هو انا مجنون ولا مؤاخذة. للتواصل معايا فتحي FATHY_ سند SANAD @hotmail.com. فتحي سند يرصد ويحلل الواقع الرياضي. لا مؤاخذة. أفكار جريئة وآراء ساخرة. لا مؤاخذة. المخرج محمد النشرتي.
بنرجع تاني مع كل صديقاتنا واصدقائنا، ويمكن في مجموعه من الكومنتات. مؤمن بيقول صباح الفل استاذ محمد وحضرتك مدام امل، وصباح الورد والياسمين على احلى اذاعه في مصر وكل العاملين بيها. يا ريت دكتور محمد ترد عليا في سؤال واحد بس. في ناس بتقول انها تنزل يوم 25 هتعمل ثوره تانية عشان يسقطوا النظام. تعليق حضرتك على ده ايه؟ وانا محتاج اسمع تعليقك جدا. على فكره البلد مش محتاجه في الفتره دي غير الرجاله اللي هتشتغل وترفع البلد من الانحدار اللي هي فيه، وان شاء الله مصر بخير. ناصر محمد بيقول السلام عليكم، تحياتي ليكم دكتور محمد. نحن نحتاج ثوره ثقافيه صناعيه زراعيه وقبلها ثوره على النفس حتى نبدا في الرقي ببلدنا. كذلك لابد على الدوله من نقد نفسها من خلال المختصين حتى نضع ايدينا على القصور ونعالجها. واعتقد ان اول طريق للنهوض هو الاهتمام بالتعليم وجعله في المقام الاول، وده هو اللي هيجعل اليابان من دول معدومة إلى دول متقدمة. وتحياتي لحضراتكم. ماهر زهران بيقول تحياتي ليكم، وياريت أعرف إيه رأيك في مشروع ممر التنمية اللي قال عليه دكتور فاروق الباز، وهل هيتنفذ ولا لأ؟ عبد النبي نادي بيقول صباح الخير، ارحب بضيفكم الكريم دكتور محمد، واحب ان اوضح للجميع بان الاقتصاد المصري لن يزدهر الا بالعمل والتكاتف ونبذ الخلافات بيننا من اجل مصر، وعلى الحكومه المصريه الاستفاده من خبرات العلماء في كافه المجالات سواء علميا او اقتصاديا. فاطمه صالح بتقول مصر محتاجه اداره الازمات، اداره واعيه في كل المؤسسات، لكن لابد من دعم فريق هذه الاداره من المسؤولين والشعب. الأزمات عندنا في كل حاجة، ومن أهمها العلم والتعليم والسياحة والصحة والرياضة، وفوق كل ده الاقتصاد المفعل الحقيقي لحل الأزمة. تحياتي ليكم. عبد النبي النادي مرة أخرى، مصر محتاجة إلى جهود مبذولة، وعلى كل من يحب بلده تمسح كلمة وأنا مالي وكلمة وأنا مالي ونتبارى في إصلاح الاقتصاد. ده عبد النبي النادي الكاتب الصحفي. مجموعه من التعليقات اعتقد انها بتوضح راي الشعب بالظبط. يعني انا مش عارف، كل لما بسمع تعليقات مصريين بجد بحس ان المصري متشوق جدا ان هو يشوف نفسه مزدهر ويشوف بلده احسن. أكيد. ويمكن يعني اذاعه الشباب والرياضه هي اذاعه يعني مرموقه ومسموعه. الساده المسؤولين اللي بيسمعونا دلوقتي يعني ارجوكم يعني اتصرفوا او اتحركوا في اتجاه ايجابي. الشعب ينتظر منكم انكم يعني زي ما بيقولوا كده ترموا بياضكم. يعني ايه بالنسبه بس للاخ الكريم الفاضل اللي اتكلم على الناس اللي خارجه يوم 25 يناير لاسقاط النظام. انا عايز اقول ان ده يعني ايه ان احنا نعمل ثوره. اولا مش ان احنا نتفق ونقول يلا نعمل ثوره. الثوره بتبقى حراك شعبي طالع كده، يعني سبحان الله زي ما حصل كده في 25 يناير. ما حدش كان يتوقع في يوم من الايام، يوم 24 يناير ما حدش كان يتوقع في يوم من الايام اللي بيحصل هيحصل. فهي بتيجي يعني نتيجه ايه؟ خلاص لما المصري يوصل لمرحله معينه من الازمه فبيخرج لوحده، مش محتاج حد يقول له. اللي بيحصل النهارده انا عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا نوعين من النخب. في نخب غير اسلاميه او لا تنتمي لقوى التيار الاسلامي. النخب دي اعتقد يعني ما عندهاش هدف حقيقي حقيقي، يعني ما عندهاش هدف حقيقي نقول به ان هي تبني البلد. ما كانوا عملوا الكلام ده من زمان. طيب النوع الثاني من النخب وهي قوى التيار الاسلامي. للاسف قوى التيار الاسلامي ليها هدف، ايا كان هذا الهدف نتفق او نختلف معاه، ولكن ليس لديها الامكانيات. فهي دي المعضله الاساسيه اللي موجوده في مصر. مصر مش محتاجه ثوره، مصر محتاجه تضافر، مصر محتاجه تماسك، مصر محتاجه تكاتف. وهنا رساله عايز اقولها للقياده السياسيه. يعني القياده السياسيه لو بتسمع كلام حضرتك دلوقتي وبتسمع المؤشرات اللي بتقول ان احنا عايزين ننزل 25 يناير نعمل ثوره جديده، مصر ما تحتملش ان احنا نعمل ثوره جديده. كفايه اللي احنا فيه. ولكن القياده السياسيه عليها مسؤوليه ان هي تبرز مفهوم الثقه من تاني للمواطن المصري. واتكلمنا عن مفهوم الثقه ده ان احنا محتاجين نوعين او بعدين اساسيين علشان الثقه ترجع تاني لمصر. والسيد الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء اللي يجي مسؤول عن كده ان احنا واحد نكون عندنا فهم متكامل للمواضيع، ان احنا نطرح على الشعب الرؤى بشفافيه وبمصداقيه. يعني دايما بنقول ان اقصر طريق ما بين نقطتين هو الخط المستقيم. أكيد. الاعوجاج وان انا اقول كلام النهارده وارجع اخر النهار اغيره، ان انا اطلع قرار النهارده واخر النهار الغيه، وان انا امارس ممارسات غريبه كده. ده مش غلط، بس اقول ليه؟ يعني اقول حيثيات. ما ده اللي بقوله الشفافيه. ما انا عايز اوضح للناس بعد الفهم المتكامل للموضوع والشفافيه. طيب انا النهارده مثلا
انتمي لتيار معين، فالتيار ده ليه فكر معين، ففي واحد يطلع يقول حاجه والتاني يرجع يفندها اخر اليوم. ففي حاله من البلبله الشعبيه والاجتماعيه والثقافيه والسياسيه موجوده في البلد. الحاجه الثانيه التوقع، هي ان انا اتوقع، يعني مثلا ايه، انا في ازمه اقتصاديه، فاتوقع من القياده السياسيه ان هي تكون، يعني تظهر هنا بقى الشو اوف فورس، قوه الدوله، ان هي تكون جايبه راجل قوي يمسك الوزاره في وقت الازمه ده. وليه ما يكونش الدكتور مرسي رئيس الجمهوريه هو يكون رئيس الوزاره، وتبقى حكومه طوارئ؟ ما احنا في ازمه حقيقيه، فبالتالي لازم نكون على قد المستوى من الازمه. فهنا بقى التوقع، يعني في ازمه فانا اتوقع ان فيها هيكون يعني ايه سياسات او اجراءات على قد الازمه. ده ما بيحصلش لحد النهارده. فبالتالي القياده السياسيه مطلوب منها ان هي يعني ايه تسلك طريق ان هي توضح للناس الشفافيه والمصداقيه، توضح للناس من خلال يعني معالجه الثقه اللي مفقوده في الشارع المصري النهارده. هنرجع بقى ونتكلم على التجارب العالميه. انا حقيقي يعني وانا كده بذاكر علشان اجي لحضرتك الحلقه، استطلعت بعض التجارب العالميه اللي نجحت. فشفت ان في ماليزيا، وشفت ان في كوريا الجنوبيه، شفت ان في سنغافوره، شفت ان في تركيا طبعا، في البرازيل وفي تشيلي. الحقيقه احنا مش هنتكلم على كل دوله من دول بشيء من التفصيل او كل دوله على حده. ايهم اقرب لنا يا دكتور؟ الاقرب لنا هو ماليزيا. يعني بما ان يعني ايه البيئه الثقافيه والبيئه الاقتصاديه والبيئه السياسيه كانت متشابهه الى حد قريب للي موجود في مصر. ويمكن حتى كان صانع نهضه ماليزيا دكتور مهاتير محمد لما تولى زمام الامور في نفس التوقيت اللي تولى فيه الرئيس السابق مبارك زمام الامور في مصر، يعني كان سنه 81. ولكن هنا بقى الاختلاف ان واحد بص للفكره وواحد كان ماشي يوم بيوم. فالدكتور مهاتير محمد علشان يبني دوله ماليزيا بناها بالفكر وبناها بالعلم وبناها بالقياس الجيد. وعلى فكره امريكا اتبنت بالعلم والفلسفه. امريكا اتبنت بالعلم والفلسفه، ما اتبنتش بالقوه اللي النهارده احنا بنتكلم عليها ان اي حاجه في المجتمع بالقوه. لا، اتبنت بالعلم والفلسفه. الدنيا بتستمر في النجاح بالعلم والفلسفه، مش بالفهلوه السياسيه ولا البركاوي. انا بسميها على فكره في ثقافه الدوله وثقافه المولد. بيحصل في مصر ثقافه مولد مش ثقافه دوله. وثقافه المولد دي بقى ايه؟ الالعاب الحواس السياسيين اللي هو الحاوي السياسي، التضارب اللي بيحصل بالظبط، يسحرك بما يفعل ومفيش حاجه في النهايه، وعلى ارض الواقع ومفيش حاجه في النهايه. فهي دوله ماليزيا هي اقرب لينا في ان احنا نتكلم ازاي ننهض ببلدنا. حتى يمكن التحديات اللي كانت قدام دوله ماليزيا متقاربه جدا 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 للتحديات المصريه في الوقت الحالي. احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نعمل امه يحكمها الشعور بالولاء والانتماء. عايز الفرد المصري يكون فخور ان هو بينتمي لمصر. ده تحدي موجود النهارده. لما باجي اسال واحد في الشارع، يمكن الحلقه السابقه اللي كنا فيها اتكلمت قلت لحضرتك ان لما نوصل لنقطه اللا حل بنوصل ان يبقى عندنا فئات في المجتمع. هذه الفئات اما بتكون فئات منتقمه من المجتمع تسبب تخريب وتسبب اي عنف في المجتمع، في فئات مكتئبه بتنعزل تماما عن الحياه السياسيه والحياه الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، بتنعزل تماما. وفئه اللي هي فئه الاسترضاء. وعلى فكره فئه الاسترضاء دي ظهرت بشكل رهيب بعد ما اتكلمنا عنها، وهم الدعاه المدعيين او الناس بتوع الشو اللي هم يقول لك يلا نعمل ثوره من 25 يناير. هو مش عايز فكره، هو عايز يحط نفسه في مكان علشان ما يخرجش من الصوره، لانه لو خرج من الصوره هيتهضم في المجتمع. فدول كلهم لا حل، دول ما عندهمش حل. الحل بقى الايجابي او الفعل الايجابي زي المبادره اللي حصلت وعملناها ونجحت، وانا بشكرهم جدا المصريين بالخارج ان في وقت قياسي جدا في يوم واحد ارتفع نسبه التحويلات للمصريين من الخارج الى اكثر من 40% بمعدل 1.3 مليار. ده كان نداء على الفيسبوك دولار من خلال حمله. دي كانت حمله من اجل مصر. وساهمنا فيها، يمكن حضرتك برضو ساهمت فيها في نشرها. ان احنا قلنا من اجل مصر ان المصريين بالخارج عليهم دور ايجابي ان هم يدخلوا نقد اجنبي بدولار من خلال تحويلاتهم جوه مصر. ما هو ده دليل على ايه يا دكتور؟ دليل ان المصري لما بيقتنع ويفهم حيثيات الشيء اللي بيعمله إيجابي. بقلب خالص ايجابي. فده مشروع يعني ده مشروع اهو، مش عايز اقول مشروع قومي، لا ده مشروع شعبي. ان احنا قلنا ان مصر في خطر ومصر في ازمه ومصر لازم تخرج من كبوتها، وان الاحتياطي خلاص قدامنا 3 شهور ونبقى في ازمه
خلاص ازمه حقيقيه هتصيبنا في بيوتنا. لو فضلنا على هذا الحال، لو فضلنا على هذا لكن الحال لو ان شاء الله مش اشتغلنا هيحصل، ان شاء الله هيبقى الوضع مختلف. وادى مبادره تدخل فيها وقت الازمه المصري بجدعنته وبشهامته، وحولنا في يوم واحد 1.3 مليار دولار. طيب انا واحد عايز انمي الولاء والانتماء، ده تحدي، ده حصل في ماليزيا. 2 كانوا عايزين يعملوا مجتمع ناضج ديمقراطي، الاخلاق بتسود فيه. وعلى فكره مفهوم الاخلاق هنا انا ما اقصدش بيها التحرش الجنسي او الحاجات دي، الاخلاق ده مفهوم واسع جدا ومفهوم شامل جدا وليه مراحل كتيره جدا. لما اقول لك ان الشخص ده محترم، هل كده يعتبر الشخص ده اخلاق ذو اخلاق؟ لا، هو محترم ليه؟ عشان خايف منك، ولا علشان ياخد منك مكسب، ولا هو يعني خايف منك ايه سبب ان هو محترم وعايز ياخد منك مكسب، ولا هو عنده اخلاق علشان مثلا هو عايز يبقى كويس؟ والله انا عايزه اقول لحضرتك يمكن كوريا الجنوبيه يمكن تضربت مثلا بيها، الاخلاق عندهم عاليه جدا. واليابان يمكن انا بتكلم على كوريا عشان عارف يعني اعرفهم عن قرب يعني. لكن بجد الشخصيات دي عندهم اخلاق لدرجه ان الولد او الشاب بحس ان هو بنوته يعني من كتر ما هو من احترامه وخجله يعني يعني انا يعني احنا مثلا في جامعه قناه السويس لينا معهد اسمه معهد كونفوشيوس لتعليم اللغه الصينيه، وده يمكن المعهد الوحيد على مستوى الجمهوريه. وانا على علاقه قريبه ببعض الناس الصينيين اللي موجودين، والصين عملت نهضه عالميه طبعا معجزه. اول حاجه فكرت فيها الاكتفاء الذاتي، العملاق الصيني درجه الاحترام درجه الاحترام بتوصل عنده ان هو لا يتدخل فيما لا يعنيه. بمعنى ايه؟ انا مثلا اطلع على شاشه التلفزيون واحد مش بتاع دين، ويطلع بقى يقعد يشتم في الليبراليين والعلمانيين ومش عارف ايه. واحد في مش عارف في الفئه ملوش اي علاقه بكذا يقعد يشتم في مش عارف ايه. فيحصل يعني انحدار في الاخلاق في المجتمع، بتيجي من هنا بقى هنا. تمام. فهو لا يتدخل فيما لا يعنيه. لو جينا نشوف الصين، سنغافورة، ماليزيا، كوريا الجنوبيه، امريكا، كل الدول المتقدمه اللي في العالم ليها عوامل مشتركه. من ضمن هذه العوامل ان في اخلاق في المجتمع. الاخلاق دي برضو ان هو عايز جمال وفكر، اللي احنا اتفقنا عليه يبقى في جمال وفكر في المجتمع. الجمال والفكر ده ان هو مثلا ايه؟ طب هنقف عند الجمال والفكر وناخد موجز الانباء، نعرف ايه الاخبار سريعا ثم نعاود الحوار. إذاعة شباب ورياضة من القاهرة نحييكم ونقدم لكم موجز أنباء 10:15 تقرأه على حضراتكم أمل الدالي. في هذا الموجز، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي يعود إلى القاهرة قادما من الإمارات. مقتل 11 شخصا وإصابة 40 آخرين جراء انفجار سيارة ملغومة بإحدى محطات الوقود بالعاصمة السورية دمشق. مصرع لبناني وإصابة 3 آخرين في اشتباكات بين الشيعة والسنة في مدينة صيدا جنوب لبنان. إصابة 4 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة القدس المحتلة. وزير العدل الليبي يعلن أن محاكمة سيف القذافي وعدد من رموز النظام السابق ستتم خلال شهر أو أكثر. لقاء قمة اليوم بين رئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سيلفا كير في أديس أبيبا لبحث سبل إقامة منطقة منزوعة السلاح على الحدود بين البلدين، فضلا عن عدد من القضايا العالقة بينهما. الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء يفتتح بعد غد مكتبة الطفل والشباب بسقارة بالجيزة. وزير الاستثمار يؤكد أن الخريطة الاستثمارية الحكومية تتضمن إنشاء 336 مشروعا يعتمد أغلبهم على القطاع الحكومي. مصر تشارك في اجتماعات الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والتي ستعقد بالعاصمة السعودية الرياض يومي 21 و22 من يناير الجاري. ومن أخبارنا الرياضية، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يلتقي وديا مع غانا وكوت ديفوار في يومي 10 و14 من يناير الحالي بالإمارات في إطار استعداداته لتصفيات كأس العالم بالبرازيل 2014. وختاما، فريق الأهلي للكرة الطائرة يشارك في البطولة العربية التي تنطلق في فبراير القادم بلبنان. من إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم.
بكرة أحلى. كريم خالد بيقول سؤال دكتور، كلنا متفق الأزمات في زيادة سواء في الكهرباء أو البنزين أو علو الأسعار أو ضرائب أو انقسام شعب أو حسني مبارك كان بيسرق ده رده يعني، وما كانش فيه أزمات زي دلوقتي، الاقتصاد كان ماشي، هو كان بيصرف علينا من اللي بياخده. عبد النبي النادي بيقول مصر لن تسقط، فهي في معية الله، ويكفي بأنها ذكرت في القرآن أكثر من مرة، لذلك سوف تنهض مصر بأمر الله ولكن بشرط العمل. فاطمة صالح بتقول محتاجين خطة خمسية أو طويلة المدى لها قاعدة أساسية بمنظور عالمي، والتي عليها يشتغل كل مسؤول بالتوالي ويبدأ حيث ينتهي ما قبله، وإلا مش هنحس بتقدم لو كل جديد هيجي يهد القديم. عندك حق والله يا فاطمة. محمود الخطيب بيقول صباحك قطعة من الحياة ممزوجة بنكهة فرح وكوب أمل دافئ. يا أستاذة أمل بشكرك جدا، اليوم أجمل بإذن الله، صباحكم أمنيات يكتب لها المولى أن ترى النور يا دكتور محمد، يا رب إن شاء الله. جزيلا. اتفضل. برضو من التحديات المهمة جدا كانت في ماليزيا ان هم كانوا عايزين يوصلوا ان هم يكون مجتمع علمي متقدم، يخرج بقى من فكرة التريف، يعني اللي هو الريف، الى فكرة التمدين اللي هو يبقى مجتمع متمدن او متحضر، لان كان في هدف او في خطة استراتيجية حطها الدكتور مهاتير محمد لفترة بعيدة المدى. التمدن بمعنى ايه؟ بمعنى التصنيع، ولا التمدن بمعنى ان انا ابعد عن الزراعة والريفية؟ لا انا عايزة افهم. لا هم يعني التمدن ان هو يكون في رقي في الثقافة الماليزية. تمام. اتكلم عنها الدكتور مهاتير محمد في كتابه اللي بنصح القيادة السياسية تقراه كويس جدا، معضلة الملايو. تمام. فهو قال انا بمشي في خط واحد بس في إدارة للأولويات. هل أنا مجتمع زراعي يعني مستقبلي في الزراعة ولا الصناعة ولا التجارة؟ هو سأل نفسه السؤال ده، فقال أنا أمشي في الخط الصناعي، لأن الخط ده هيفيدني أكتر وأبقى دولة متقدمة من خلال التعليم والبحث العلمي. وعلى فكرة التعليم والبحث العلمي هي أول أولوية بص ليها كل الدول المتقدمة كلهم بلا استثناء. وأنا بقرأ التجارب الناجحة بتاعتهم لقيت إن فعلا التعليم والبحث العلمي كان رقم واحد في النهوض. رفعوا الميزانية بتاعته في الموازنات اللي النهاردة احنا في دستورنا ما حددناش ليها رقم ولا قلنا تيجي ازاي، ما فيش خطة. ما هو ده كان سبب يعني تعارض البعض مع الدستور، لان ما فيش ارضية ثابتة الدستور ده يقف عليها. ما انا بتكلم النهاردة عن توفير كذا كذا، بس ما انا اجي بعد كده اقول لك ما فيش. صحيح. ما فيش الزام، ما فيش اجبار في الدستور. فده اللي بنتكلم عليه لدولة متقدمة. كان المجتمع الماليزي محتاج ان هو يعمل تنمية شاملة او تنمية متوازنة، ده اللي بقول لحضرتك عليه في الصناعة وفي التجارة وفي الزراعة، واللي فعلا نجح فيه مهاتير محمد، وانه ينقل دولة ماليزيا من مجتمع زراعي، ده هنا بقى ايه التحول الهيكلي، من مجتمع زراعي الى مجتمع صناعي مع الابقاء او الحفاظ على الزراعة. امال هياكلوا منين؟ وكان عنده سياسة الاكتفاء الذاتي. بمعنى ايه؟ ان هو قال انا ادخل الاستثمارات الاجنبية لحد هو تولى سنة 81، فلحد نص الثمانينات او بعد نص الثمانينات بشوية كان سياسة الاستثمار دخول الاستثمار الاجنبي سياسة معينة في صناعات معينة وبشروط محكمة، يعني ما خلاش الاجنبي يتحكم فيه. تمام. فترة التسعينات اختلف، ان هو دخل الاستثمار الاجنبي ولكن دخله بشروط اكثر تفيد في اقتصاده. بمعنى ايه؟ ان هو مثلا الشركة الاجنبية اللي راس مالها اكثر من 2 مليون دولار تستقدم من بره 5 بس افراد يشتغلوا فيها، بقيه الافراد يشتغلوا منين؟ من دوله ماليزيا. فمعدلات البطاله في الدوله بتاعت ماليزيا نزلت الى اقل من 3% في وقت قياسي جدا. هو كان حاطط خطه ل 2020، يعني ان هو كانت دوله ماليزيا هتكون دوله متقدمه في 2020. لا، وخطه متكامله، يعني كل الاطراف داخله فيها كله طبعا. هو بقى خلص الخطه دي من سنه 81 لحد ما استقال او هو قدم استقالته واعتزل الحياه السياسيه في 2003. يعني حتى كمان الخطه بتاعته نجحت قبل المتوقع ليه. دي تحديات. انا بس عايز اوصل للنقطه اللي كنت بتكلم. انا مش هتكلم عن تحديات ماليزيا، هو بس اللي يفيدنا منها ان هي نفس التحديات اللي بتقابل مصر. احنا عايزين في مصر ايه؟ عايزين عقول واعيه تحط لنا خطه استراتيجيه متكامله في كل المحاور، صناعيه وزراعيه وتجاريه. وتجاريه طبعا عندنا يعني يمكن الخطاب الاخير بتاع الرئيس انه اتكلم على قناه السويس وانه هيحصل فيها
تطوير وكذا كان شيء ايجابي جدا وريحني جدا، لان ده شيء محتاجينه ويمكن من احنا زمان. كاذاعه شؤون الرياضه تابعنا ده واتكلمنا في ده وكلمنا المسؤولين في الموضوع ده، عرفنا ان فعلا في اشياء كانت المفروض انها تفعل وتتعمل ما اتعملتش ومتاجله، فبالتالي دي حتى لو ابتدينا بيها اذا يعني هتسهل العمليه طبعا. يعني فضيحه جدا مصريه لما نلاقي دخل قناه السويس لا يتعدى 9 مليار، مع انه لو حصل تطوير. ما سنغافوره عملت كده، سنغافوره عملت ميناء عالمي جاذب للاستثمارات العالميه وحاويات، يعني اكتر من 9 مليون حاويه في السنه تدخل الميناء السنغافوري، فعملت النهضه الكبيره دي بفضل ان هي طورت، عملت مركز لوجستي في سنغافوره. قناه السويس بنتحسد ان احنا عندنا قناه السويس، العالم كله بيمر من عندنا، احنا البوابه بتاعت يعني العالم. المكان بتاعنا يا دكتور ده الطبيعه لو في فكر صح احنا هنبقى اغنى دوله في العالم. الطبيعه الجغرافيه، فالخطه الاستراتيجيه المتكامله محتاجه الى عقول فاهمه جدا في جميع المكان في جميع المجالات الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والثقافيه. 2 ثوره التشريعات اللي اتفقنا عليها، لان المستثمر الاجنبي مش هيجي من بره الا لو كان عندي تشريع يضمن الحقوق والالتزامات. والاستثمار راس المال بطبعه جبان. المستثمر المحلي مش هيطلع فلوسه من البلاطه زي من تحت البلاطه الا لو كان في تشريع يضمن الحقوق والالتزامات. قانون الحقوق الاسلاميه الاخير لما طلع ده، انا احيي من هذا المكان مؤسسه الازهر ان هي فعلا وقفه وطلعت الفتوى بتاعتها بانه ده يضر بالسياده المصريه. تحيه اجلال واحترام الى الساده في الازهر الشريف. النقطه الثالثه مكافحه الفساد. وعلى فكره والثلاث نقط دول الابعاد الرئيسيه دي المشاكل اللي موجوده في مصر، تشريعات والفكر الاستراتيجي ومكافحه الفساد، هم الدعامات اللي وقف عليهم مهاتير محمد علشان يحل الازمه الماليزيه وينهض بماليزيا. احنا النهارده في مصر ما بنعالجش اصل مشكله، احنا بنعالج الظواهر، ولما بنعالج الظواهر بننشغل فيها وبنتلهي عن اصل المشكله، فبالتالي معالجه الظاهره تفتح ظاهره ثانيه، تفتح ظاهره ثالثه، تفتح ظاهره رابعه، لان المنبع الاساسي بتاع الظاهره اللي هو المشكله ما اتعالجش. النمور الاسيويه نجحت بان هي حددت بالظبط اصل المشكله. اصل المشكله كان في ايه؟ طيب ماليزيا برضو حددت اصل المشكله. اصل المشكله كان في ايه؟ كان في شعب عنده لا مبالاه، كان في تمويل يجي منين بالظبط. احنا النهارده في مصر محتاجين ان احنا نعمل الكلام ده. واحد، نحدد اصل المشكله. واصل المشكله بقى ايه؟ مش بيجتهد فيه غير المتخصصين، لا بيجتهد فيه المتخصصين، والمتخصصين اللي لهم باع طويل في هذا المجال وعندهم الرؤيه وعندهم البعد وعندهم الدعم من القياده السياسيه. الدعم سواء كان دعم مادي مطلوب او دعم معنوي او دعم من الشعب، ده محتاجينه جدا في الوقت الحالي. المصادر كتير جدا ان احنا نجيب منها تمويل. مش نبص بس لصندوق النقد الدولي ان هو الامر النهي عندنا ويتحكم فينا ويقول ارفعوا الدعم او شيلوا الدعم وتحصل. ما هو انا هعالج السياسه الاقتصاديه عند السياسه الاجتماعيه هتتاثر. ما هو القرار اما جوده واما قبول. القرار ده نوعين. لما اخد القرار كقياده، اما القرار بتاعي ده يكون فيه معيارين اساسيين عشان يكون القرار ناجح، يكون فيه جوده، ان القرار بتاعي ده يحقق الهدف. يحقق الهدف ايه؟ انا عايز مثلا اعالج الازمه الاقتصاديه، فالقرار السيادي اللي انا اطلعه هيعالج الازمه الاقتصاديه، بس في نفس الوقت هل في قبول عند الشعب من هذا القرار؟ ما هو ده اللي بنقول عليه بقى القبول هنا. والتغيير على فكره في اداره التغيير، القياده السليمه او القياده الحكيمه هي اللي تطلع قرارات تعمل تغيير بدون الم. انا بسميه تغيير بدون الم، ان انا احسس الشعب ان في تغيير بس مش هتتاثروا بالشكل. قياس رد الفعل ده شيء مهم طبعا. هنا بقى عايز اركز على نقطه مهمه جدا 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 علشان بقى نتغير ونكون، لو احنا بقى من النهارده بعد الدستور خلاص ونكون بقى يعني ناس شايفه مصلحه وطنها كويس. انا عايز اقول بقى النخبه السياسيه اللي وجعت دماغنا. ارجوك النخبه السياسيه اللي وجعت دماغنا دي لو بصيتوا على ايام محمد علي، كان ايامها النخبه السياسيه ملتحمه بالشعب وعارفه نبض الشارع وعندها قياس سليم الناس عايزه ايه، وبالتالي بتتكلم على اساسه. فكانت بتتكلم على اساسه، مش بتملي عليها اراء، فكانت عامله رعب للحاكم. فعلشان محمد علي باشا يتخلص من هذا الصداع، كان بيوديهم بعثات لاوروبا وهنا وهنا وهنا. فعلشان يبعدهم عن الشعب، فلما بيرجعوا محملين بفكر غير فكر الشعب. فبالتالي انعزلوا من وقتها. ده المكر او الدهاء بتاع محمد علي اللي عمله هو، مع انه بنى نهضه حديثه، ولكن النهضه دي كانت مؤقته ما استمرتش. ليه؟ لان مفيش علم يرتبط بالامكانيات. النهارده بقى النخب السياسيه، ارجوكوا علمك اللي انت اتعلمته بره او الثقافه اللي انت اتعلمتها هتركب على شعب مصر ولا ما بتركبش على شعب مصر؟ شعب مصر بطبعه شعب متدين، شعب عارف ربنا كويس سواء في كل الاديان، شعب فعلا بينتج وانتاجيته موجوده، بس محتاج التحفيز او محتاج التشجيع
تمام. احنا محتاجين معارضه، ومحتاجين معارضه قويه أكيد، جدا، ده لازم. لكن يعني بنائها على اساس ومن خلال الشعب، مش انا بقوم لي اراء وافكار ده اللي انا جوايا بقوله بقى وخلاص. هنا. النخب السياسيه اللي موجوده اما ما عندهاش هدف او اما وده اللي عندها خلى هدف للاسف بس ما عندهاش ناس كتير امكانيات. فقدت الثقه في ناس كتير من النخب السياسيه. يعني في الفتره اللي فاتت دي قالوا لا احنا كنا نتمنى غير كده، كنا نتمنى ان هم يكونوا قريبين مننا اكتر من ده ما بيحصلش. ما ده اللي انا بقول عليه. دي عملوا فجوه. فجوه. فانت بتتكلم في وادي والشعب في وادي تاني والقياده السياسيه في وادي ثالث، فبالتالي في انقسام هنا، تشتت اهو. مهاتير محمد عمل ايه بقى؟ يعني نيجي بقى للخلاصه بتاعه الحوار بتاعنا النهارده. اولا اهتم بالتعليم العام كويس جدا، وبالتعليم الجامعي كويس جدا. ان هو كان عايز يطلع مخرجات. المخرجات دي بقى مش تطلع من الجامعه وتقعد في بيتها، لا، المخرجات دي تطلع من التعليم بتاعها، تدخل على معاهد تدريب لالتحاقها بسوق العمل. وسوق العمل اللي محتاجاه الدوله. هم مثلا محتاجين، هم بيركزوا على التكنولوجيا الصناعيه، سواء كان في المجال الميكانيكي او في المجال الكهربي. فبالتالي مخرجات التعليم تلتحق بالمراكز التدريبيه وتدخل الناس في هذا العمل. ان هو الشعب الملايو معروف ان هو شعب متعدد. في طبقه من السكان الاصليين اللي هم الملاويين، وفي طبقه من الصينيين، وطبقه من الهنود. فبالتالي في تنوع في الثقافات. مهاتير محمد عمل على ايجاد حوار بناء ما بين اطياف الشعب الملاوي المختلفه على اختلاف جنسياتهم او العرق بتاعهم، وعمل ارضيه حوار وتعايش ما بين هذه القوى المختلفه. مهاتير محمد ركز على الاكتفاء الذاتي واعتمد على الذات، ما اعتمدش على الخارج. وقال انا ما بصيتش لصندوق النقد الدولي، انا بصيت ازاي اجذب الاستثمار بشروط معينه وباجراءات معينه. مهاتير محمد كافح الفساد بكل اشكاله في المجتمع الماليزي. حتى كانوا بيسموه الرجل الديكتاتور العادل. الديكتاتور العادل احيانا. ليه بقى؟ لانه كان ديكتاتور عادل، لانه كان حازم جدا في قراراته. بس القرارات بتاعته كانت قرارات عادله، مش انه بينتمي لفئه معينه او بينتمي لجانب معين وبس، لا، كان بيسعى دائما الى اكتشاف المواهب والخبرات. وزي ما قلت لحضرتك في بدايه الحلقه ان هو خد مسلك التفكير الابتكاري او الابداعي لمعالجه الازمات الغير تقليديه. فبالتالي نجح مهاتير محمد. وصلت ماليزيا النهارده ان دخل الفرد تضاعف الى اكثر من 16 مره، اللي نتمنى ان شاء الله